طب والله ضربة معلم. تم الحجز على رصيد نادي الزمالك في بنك لصالح ممدوح عباس، وتأكد الحجز. مرتضى منصور ضربة معلم، بعت جواب لوزير المالية: اتفضلوا لكم عندنا ضرايب، رصيد الحساب في بنك كذا، خدوا الضرايب بتاعتكم. ده اللي عمله مرتضى منصور. طيب اللي عمله مرتضى منصور زعل ناس وطلعت قال الكلام الله اعلم بصحته يعني. الاستاذ المحترم علاء صادق قال لك الزمالك يطرد من بطولة افريقيا. ليه يا عم؟ قال لك اصل في بند ان الفريق لو عليه مديونيه ما يلعبش في افريقيا، والزمالك كده مرتضى منصور بيعترف ان هو عليه مديونيه. مين قال لك الكلام ده؟ والغريب ان في ناس طلعت بتردد كلام علاء صادق، وبالاخص الاستاذ البائس اللي بيقول على نفسه زملكاوي وبيقول على جمهور الزمالك البائس المحلي. طيب دي ضرايب ما تعتبرش مديونيه من اللي بالك فيها. اي حد عليه ضرايب، ولو المديونيه هتخلي الفريق يطرد من افريقيا، ما فيش فريق ما عليهوش مديونيه. عليه مديونيه اللاعبين، عليه مديونيه لاتحاد كوره، عليه مديونيه ده دي فلوس بتدفع متداوله. وعلى العموم يعني سياده المستشار مرتضى منصور، يا جدعان قلنا ده اصغر مؤلف قانون. الراجل لما بيعمل حاجه عارف هو بيعمل ايه، ما ينفعش نعلق عليه. مرتضى منصور لما بعت الجواب لمصلحه الضرايب عشان يحجزوا ياخدوا حقهم، طلع في نفس الوقت ببيان بيسكت بيه اي حد، عشان لما علاء صادق يقول مديونيه او يقول زي ما قال الزمالك مفلس، طلع علينا سياده المستشار ببيان توقيع عقد رعايه بما يوازي 800 مليون جنيه. يعني النادي مش مفلس يا دكتور علاء، النادي مش مفلس يا بائس يا اللي بتقول على نفسك زملكاوي. قلنا قبل كده سياده المستشار مرتضى منصور هو عارف بيعمل ايه، واحنا كزملكاويه نتفق او نختلف مع مرتضى منصور، فاحنا بنحب مرتضى منصور لان هو بيجيب حق الزمالك. زي ما انت ما بتحب رئيس ناديك، احنا كمان بنحب رئيس نادينا، نتفق معاه نختلف معاه، بس راجل عارف هو بيعمل ايه. ومعلش يا دكتور علاء، جلت منك المره دي ما تزعلش. شكرا ليك.